السلام عليكم. شلونكم يا مواطنين؟ ان شاء الله بخير. اليوم راح احكي لكم شلون الواحد هنا يركب سيارة اخر موديل. يعني هنا اي مواطن بامريكا يقدر يركب سيارة اخر موديل ويقدر يشتري بيت. انا هسه مثلا شركة هوندا هنا معرض للشركة، تقدر تاخذ سيارة بدون مقدمة. يعني انت تقدر تركب سيارة اخر موديل بس بالدين، يعني بيمنت تدفع كل شهر. يعني وهسه مسوين شغله انه تفوت للشركة تاخذ يعني تاخذ بدون ما تدفع مقدمة، يعني تدفع كل شهر. هسه مثلا تريد تركب 22 23 عادي، المهم انت تشتغل وتقدر تدفع كل شهر. وكذلك البيت، يعني البيت اذا انت عندك الكريدت مالتك قوي والسكور مالتك قوي تقدر تشتري بيت. يعني انا سويت هذا الفيديو لان اكو واحد قاعد يعلق ويغلط ويقول لي سيارتك مشتريها ب1000 وما اعرف شنو وانت ساكن بالسكشن 8. المهم هو هذا مبين ما شايف وشاف، متعجب انه هو هنا جاي. المهم فحبيت هم اقول له اقول لكم شلون الطريقه مال الشراء. يعني الكريدت مالتك قوي تقدر تشتري بيت. يعني انا هسه مثلا الكريدت مالتي قوي والسكور مالتي فوق 760، يعني بامكاني اقدم على البنك يعني ينطوني 300,000. بس شنو الفايدة؟ يعني هسه الواحد يقول ايه بسيطة، واحد يقدر يركب سيارة جديدة وبيت. يعني انت تشتري سيارتك وتدفع كل شهر، هي اخر موديل. بس اسمعوا لي وركزوا لي على بس اذا ما دفعت شهرين تمرضيت وصار شي لا سمح الله وما تدفع شهرين، تقعد الصبح تلقى سيارتك شايلها التوينج جايين وماخذينها الشركة. كذلك نفس الشي ويا البيت، اذا انقطعت ما دفعت وكل الفلوس انت اللي دافعهن يرهن عليك. والسيارة انت تظل تدفع السيارة تصير قديمة ما تسوى، يعني ما تسوى ربع سعرها وانت بعدك ما مسدد. يعني تحط على نفسك حمل فوق حملك، فوق آجار بيتك وبلاتك. فمسألة السيارة هنا بسيطة. يعني هسه شوف أغلب الناس راكبين سيارات جديدة. هنا الأغلبية بأمريكا عايشين بالدين على الكريدت. يعني تجي تركب سيارة بالدين، أو بطريقة ثانية تقدر تركب سيارة يعني اللي يشوفها إنه سيارة جديدة، بس هي أنت منين مشتريها من الأكشن، يسمونها سالفج. يعني ذابينها مطلعينها من الخدمة مسوية حادث، بس هي موديلها جديد. تجيبها تصلحها شكلها يبين زين، بس هي بالتايتل مالتها سالفج. اي للي هذا متعجب انه عنده سيارة يمكن جديدة وخبصني كل شوية يقول لي سيارتك قديمة وسر. هذا الاوفيس مال الشركة، ذاك الجراج مالهم وين سياراتي. وهواية اكو مال تويوتا هم يمنا، واكو مال جيب، واكو مال المرسيدس، الكل ينطي. بس شنو الفايدة؟ مثل ما قلت لكم تظل تدفع طول عمرك، واذا تأخرت لك فد شهرين راح ياخذون السيارة من عندك. هي هاي المشكلة. يعني انه مثلا ما تقدر، انه مثلا ما عندك كاش تشتري بيت او شقة تحط كاش، ونفس الشيء انت اذا اشتريت كاش هم تدفع للدولة، التاكس مالت الارض هاي يسمونه المورجج، ومال التنظيف ومال السيتي وما اعرف شنو، والكهرباء تلحقك ويلحقك ماي اذا مالتك الشقة.
يعني هي انت مستأجر او مشتري نفس الشيء. لا يعني مستأجر احسن، اذا ما دفعت يجوز يسامحك فد 3 اشهر هنا بالقانون ما تدفع، بس اذا انت مشتريها والله ياخذونها من عندك. هي هاي المشكلة يعني. هذول التاكسيات هاي اذا تريد تجي من هنا تشتغل بتاكسي تأجرها من عندهم. شوف ايش قد يتفقون وياك بالشهر، اغلبهم فورد. شوفوا ايش قد. يلا بس حبيت احكي لكم بهذا الموضوع، وعلى مود هذا اللي قاعد يسبيه يفهم انه مو صعبة واحد يشتري سيارة جديدة، هنا كل شيء سهل بس دفع. يعني هو قبل لا اروح اقول لكم، مثلا اذا انت اشتريت بيت مثل ب 150 ب 200، ونقول مثال طلع عليك الدفعات كل شهر 1000، انت يجي راس الشهر تدفع 1000. يعني انت مثلا اذا مشتري البيت ب100، اجى راس الشهر دفعت $1000، المفروض ايش قد يظل من سعر البيت؟ يعني انت تتصور يظل 99 صح؟ لا ما يظل 99، انت تدفع 1000. مثال هذا انت تدفع 1000، تنخصم من سعر البيت 250 و750 إلهم الضريبة والفوائد مالتهم، الانترست والتاكس، ذن يرحن إلهم، وانت من 1000 بس 250 صارت من سعر البيت. هيك هذا مثل يعني. اي لان كل شيء هنا كل شيء بتاكس ضريبة، ماكو اي مجال. وتحياتي لكم وتحياتي لهذا اللي يغلط عليه. وهاي هم تاكسيات ثانية. يلا باي.